بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله النهاردة يوم اسمه يوم التروية، وبكرة يوم عرفة، وبعده يوم اللي هو يوم الحج، يوم العيد ده اسمه يوم الحج الأكبر، اللي هو فيه كل مناسك الحج تقريبا بتتعمل: الذبح، تمام، والتحلل من الإحرام، والطواف الإفاضة، ورمي الجمرات، والمزدلفة. حاجات الحج كلها بتتعمل في يوم العيد، إنما الركن الأساسي في الحج اللي هو يوم عرفة. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. احنا طبعا دلوقتي ربنا ما تملناش ان احنا نروح نحج، لكن هنتكلم انا وانا قاعد في بيتي اعمل ايه. اولا، في قصه بتتقال ان كان في ثلاثه من بني اسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكى القصه دي، بيقول كان في ثلاثه من بني اسرائيل كانوا ماشيين في الصحراء واتقابلوا مع بعض بالصدفه. ثلاثه من بني اسرائيل اتقابلوا مع بعض بالصدفه. تمام. التلاتة دول وهم ماشيين، الدنيا غيمت شوية والليل جه، وهم ماشيين كانوا في الصحراء. فقالوا: ايه رأيكم ما تيجوا نخش الكهف ده ننام فيه. دخلوا من الكهف علشان يناموا. نزل صخرة كبيرة جدا جدا جدا، والصخرة ديت كانوا مش قادرين، يعني حاولوا من ان هم يحركوها من مكانها او يتحكموا فيها، لكن ما قدروش ان هم يحركوها من مكانها. تمام. فواحد منهم اقترح وقال: الحل ان كل واحد فينا يدعي ربنا سبحانه وتعالى بأحب عمل عمله لربنا، ان ربنا يخرجنا من اللي احنا فيه. تمام. كل واحد فينا يدعي ربنا بأحب عمل عمله. قول له: يا رب بحياة اليوم اللي انا عملت لك فيه كذا وكذا وكذا، خرجنا من اللي احنا فيه. فالاولاني قال: انا كان ليا اب وام وانا برعى غنم. ابويا وامي الاثنين لم يعني راجل وست كبار في السن، وكنت لما ارجع البيت قبل ما اعمل اي حاجه احلب المعيز اللي معايا، وادي لابويا وامي اللبن يشربوا لحد ما يعني يرتووا، يشبعوا. وبعد كده اللبن اللي بيفض منهم بديه لولادي. وفي يوم اتأخرت شوية، رجعت لقيت أبويا وأمي ناموا. فقلت: يا رب، أبويا وأمي أصحيهم وأقلقهم من نومهم، ولا أدي لولادي اللبن وممكن يخلصوه وما يفوتش حاجة لأبويا وأمي، ممكن يقوموا بالليل من الجوع. فقرر انه يفضل واقف بكوبايتين اللبن جنب سرير ابوه وامه لحد ما يصحوا براحتهم خالص، اللي يصحى منهم يبقى يشرب اللبن، واولاده جعانين وناموا من شدة الجوع. فقال: يا رب بإكرامي لأبويا وأمي في اليوم ده هو، فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة اتشالت كده زي ما يكون حد زقها، إلا أنهم مش عارفين يخرجوا لسه. التاني قال: يا رب كان ليا بنت عمي وكنت بحبها وعرضت عليها الجواز أكتر من مرة ورفضت إن هي تتجوزني. وفي يوم بعد ما جوزها اللي اتجوزته مات، وكان عندها ضائقة مالية كبيرة جدا جدا جدا، وما كانتش عارفة تعمل إيه. فأنا جات لي علشان تستلف مني فلوس. فلما جات لي طلبت مني فلوس، انا قلت لها: هديكي فلوس بس بشرط اتجوزك. وهي ما بتحبنيش فوافقت علشان تاخد الفلوس. ولما اديت لها الفلوس وجيت اتجوزها، افتكرت ربنا سبحانه وتعالى، فقررت ان انا ما اتجوزهاش واديها الفلوس اللي هي عايزاها لوجه الله، بساعدها لوجه الله. فيا رب لو كنت أنا ساعدتها فعلا لوجه الله، فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، لكن برضو ما يخرجوش. جه التالت وقال: يا رب، أنا كنت برع غنم، وجالي راجل معاه فلوس، قال لي: خد الفلوس دي واشتري بها غنم ورعاه،
وهبقى اجي اخده منك في يوم من الايام. اشتريت للراجل 5 غنمات، 5 معيز كده، وكنت بخرج كل يوم علشان ارعاهم. والمعيز دي خلفت معيز تانية، والمعيز خلفت معيز وخلفت معيز، لحد ما بقى عندي معيز كتير ملهاش أول من آخر. والراجل ما بيسألش، اداني الفلوس في يوم ومشي. وجالي في يوم بعد 15 سنة وقال لي فين المعيز بتاعتي؟ قلت له كل المعيز اللي في الوادي دي بتاعتك. فخد المعيز كلها ومشي، وما ادانيش ولا جنيه. يا رب لو كنت عملت كده علشان انا بحبك ولوجهك، خرجنا من اللي احنا فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا من الكهف. ولولا ان كل واحد فيهم كان له عمل صالح، ما كانوش خرجوا، وكانوا فضلوا محبوسين في الصخرة او في الكهف ده طول عمرهم لحد ما ماتوا. ليه بقول القصة دي النهاردة؟ بقول القصة دي عشان احنا جايين يوم بكرة أهم يوم في حياتك، أكتر يوم لازم تتقرب فيه لربنا سبحانه وتعالى، وفي حاجات لازم نعملها. الحاجات دي لو أنت عملتها معايا، كل ذنوبك اللي أنت عملتها السنة اللي فاتت كلها ربنا يغفرها. وكل ذنوبك اللي أنت هتعملها السنة الجاية ربنا هيغفرها. يعني السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. طب لو يوم عرفة السنة الجاية صمته، يبقى ده توكيد، يبقى الذنوب بتاع السنة الجاية هتتمسح، والسنة الجاية تصوم اليوم ده، فذنوب السنة اللي فاتت تتأكد ان هي اتمسحت. تخيل لو انت مواظب على صيام يوم عرفة ده وانت لسه صغير كده، تيجي يوم القيامة ما تلاقيش مكتوب لك ولا ذنب عملته في حياتك، علشان انت كنت بتصوم ومواظب على صيام يوم عرفة ده. تخيل. استاذنكم ثانية هرد على التليفون. طيب نرجع تاني. يبقى كده قلنا صيام يوم عرفة بيكفر ذنوب السنة اللي فاتت كلها والسنة اللي جاية كلها. طب أعمل إيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني اليوم ده وربنا يغفر لي الذنوب كلها زي ما مستر محمد بيقول؟ أولا الصيام. طبعا كلنا هنصوم، ماما وبابا صايمين، وإحنا أكيد إحنا كمان هنصوم إن شاء الله. تمام. ثانيا يوم عرفة ده هيبدأ من النهاردة المغرب. مش من بكرة، من النهاردة المغرب. من بعد المغرب هصلي المغرب وأقعد على السجادة بتاعة الصلاة أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. أقول الدعاء ده 10 مرات. تمام. طب ده جزاؤه إيه؟ ربنا يكتب لك مليون حسنة ويتمسح من عندك مليون سيئة. ده لو انت عملت ده، لو انت قلت ده. تمام. طيب
بعد كده اصلي المغرب بالسنه بتاعته، اصلي العشاء بالسنه بتاعتها في الجامع. طب البنات مش بيروحوا الجامع، يعملوا ايه؟ هتقعدي على السجاده بتاعتك بعد ما تصلي، تفضلي قاعده على السجاده ما تقوميش. تمام. ده طبعا طول ما انت قاعده على السجاده بيتكتب لك ان انت في صلاه، حتى لو يعني حتى لو انت مش بتصلي. طول ما انت قاعد على السجاده بعد الصلاه يتكتب لك ان انت في صلاه حتى لو مش بتصلي. تمام. طيب، انا صليت وقعدت اذكر ربنا سبحانه وتعالى، اسبح ربنا، استغفر ربنا، اقول اي حاجه. احسن حاجه ممكن تتقال في اليوم ده هو لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عارفين الخاتم بتاع التسبيح اللي بيتلبس في الايد ده؟ اجيبه واقول بيه، اسبح بيه 1000 مره. وطبعا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا قران. كل الحاجات دي لازم تتعمل. لازم اعظم يوم عرفه ده في قلبي. تمام. افتح التلفزيون شويه لو انا تعبت، افتح التلفزيون شويه واتفرج على الحجاج واقعد اقول لبيك اللهم لبيك معاهم. تمام. استغفر ربنا سبحانه وتعالى كتير، لان ده اهم يوم في حياتي. اليوم ده الشيطان بيقعد يلطم على وشه ويصوت ويصرخ. تمام. ويقول يعني ده اصعب يوم بيمر على الشيطان في حياته. بيقول ربنا سبحانه وتعالى نادى على البشر فجم وانا طلب مني وانا ما عبرتش. تمام. يبقى نراجع تاني. اول حاجه نعظم يوم عرفه ده في قلبنا. تاني حاجه الصلوات الخمسه، ده بالاضافه للصيام. تمام. الصلاه لازم يكون معاها السنه. صلاه الظهر 4 ركعات سنه قبل الظهر و4 ركعات سنه بعد الظهر. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 جزاؤه ايه بقى؟ حرم الله جسده على النار، مش هيخش النار. تمام. عايز انام شويه، انا طبعا صليت الفجر جماعه، وبعد الفجر قعدت قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دي بقولها 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. ربنا يغفر لي مليون سيئه ويكتب لي مليون حسنه. وطبعا ده الدعاء بتاعي طول النهار. اي دعاء يخطر في بالك تدعي لمين بقى؟ تدعي لنفسك، تدعي للمسلمين وخاصة اللي في غزة واللي في رفح. تمام. تدعي لباباك ومامتك اللي لهم فضل كبير عليك، تدعي للمدرسين بتوعك، تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل والصحابة والأنبياء اللي حملوا الأمانة علشان يوصلوا لنا الرسالة، علشان نعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. تمام. تدعي بايه؟ بالجنه ودخول الجنه، ولا تدعي ان ربنا يوفقك في شغلك وتدعي بالدنيا؟ الاثنين. ادعي ربنا يوفقك في شغلك وربنا يوفقك في مذاكرتك وتطلعوا من الاوائل وربنا ما يضيعلكوش تعب وربنا يخطط لكم مستقبلكم زي ما هو عاوز وزي ما هو يحب ويرضى. تمام. ويقربكم من الجنه ويجمعكم باهليكم وكل اللي انتم بتحبوهم في الجنه ويبعد بينكم وما بين النار، وكل اللي له فضل عليكم تدعوا له. تمام. هو ده اللي انا ادعي بيه يوم عرفه. اي دعاء يجي في دماغي ادعي بيه. تمام. وما ادعيش اقول يا رب لو انت عاوز تغفر لي اغفر لي، لا، اقول له يا رب اغفر لي، يا رب سامحني. سيدنا سليمان كان عايز يدعي ربنا، قال له يا رب انا عاوز ملك ما جاش ولا هيجي لحد في الكون، لا من قبلي ولا من بعد. اداله. ادعوا ربنا، ربنا عنده خزائن السماوات والارض وخزائن ربنا ما بتخلصش. تمام. ادعوا ربنا باللي انتوا عايزينه. طبعا الصيام لازم يكون بنيه، من نيتي دلوقتي ان انا هصوم بكره، ممكن ابقى اقول النيه من دلوقتي ان انا هصوم بكره ان شاء الله عرفه. طب الصيام صعب. لو انا عطشت قوي ممكن اخد دش ساقع بالميه، هيسهل عليا. تمام. هتلاقوا الدنيا تمام. اقعد في مكان الصلاه اكبر وقت ممكن، سواء في الجامع او على سجاده الصلاه اللي انا صليت عليها، سواء للولاد او للبنات. تمام. انا مش مع الحجاج. ادعي ربنا ان انا اكون مع الحجاج في يوم من الايام،
او بابايا ومامتي يكونوا مع الحجاج السنه الجايه. تمام، ربنا يكتب لهم ان هم يروحوا يحجوا وكده. لا، مش هنصوم من اول المغرب، انا ببدا الاعمال الصالحه والاستغفار والحاجات الصح اللي انا بعملها، اللي انا بقول عليها دي، من اول المغرب. لكن الصيام طبعا من بكره الفجر. تمام، ونقوم نتسحر ونستغفر ربنا في وقت السحور. قال الله عز وجل: والمستغفرين بالاسحار. يعني لازم استغفر وقت كتير قوي في وقت السحور. تمام، واقوم اتسحر حتى لو هشرب كوبايه ميه بس. تمام، ما انساش، دي مهمه قوي قوي قوي. استغفر ربنا كتير وقت السحور، اتسحر، اصلي ركعتين الفجر السنه، وبعد كده اصلي الفجر في الجامع على قد ما اقدر. ما قدرتش يبقى في البيت وافضل قاعد مكاني، افضل اذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد الفجر بساعه، وبعد كده اصلي الضحى. تمام، من صلى الفجر ثم جلس يصلي يذكر الله عز وجل، كتب له بأجر عمره تامة تامة تامة. يعني كتب لي أجر عمره لو أنا صليت الفجر وقعدت أسبح ربنا وأذكر ربنا وأقرأ قرآن وأستغفر ربنا وأقول أذكار الصباح والمساء لحد البتاع الضحى. تمام، عايز انام بعد الضحى شويه، تمام، مفيش مشكله. بس ما نامش بقى من بعد الضحى ده لما لحد ما تضيع وقت صلاه الظهر، او ما نامش من الظهر لما للمغرب وضيع وقت صلاه العصر. ما ضيعش صلوات، ما ضيعش صلوات. انام ما بين الصلاه والصلاه. تمام، ما عرفتش انام، او يا ريت ما نامش، احاول على قد ما اقدر ما نامش عشان استغل الوقت ده. ما اسمعش اغاني، ما اتفرجش على تلفزيون، ما امسكش الموبايل. تمام، استغل الوقت ده على قد ما تقدروا في حاجه مفيده. اقفي مع ماما في المطبخ وهي بتعمل اي حاجه، ماما بتنظف دلوقتي وده موسم التنظيف، اقفي معاها وساعديها في اي حاجه. ده يبقى طاعه لله عز وجل، لانك بتطيعي مامتك. تمام، وانت بتعملي ده كله ممكن تستغفري ربنا سبحانه وتعالى. تمام، وممكن تشغلي قرآن وانت عماله بتعملي كده، مشغله قناه المجد مثلا، مشغله قناه المجد او مشغله اي حاجه، وعماله بتسمعي الحاجات اللي بتتقال. تمام، القرآن اللي بيتقال، التلبية اللي بتتقال، نسمع خطبة عرفة وهي بتتقال، الشيخ اللي هيقولها اسمه ماهر المعقلي، هيقولها بكرة إن شاء الله. أسمع الكلام ده كله وأكون أستغل اليوم بأفضل طريقة ممكنة علشان أفوز بسنتين. يوم بسنتين. اي محل بيبقى عامل عرض ولا عامل اوفر ولا عامل اي حاجه، مفيش حد بيعمل كده ابدا ابدا ابدا. اكتر عرض ممكن تشوفوه 70% و50%، انما عرض 200% يوم بيكفر ذنوب وبيمحي ذنوب سنتين اتنين. مفيش حد يعمل كده الا ربنا الرؤوف الرحيم. تمام، انا كان نفسي اتكلم معاكم اكتر من كده على يوم عرفه، بس للاسف يعني عندي حاله وفاه ولازم اكون موجود دلوقتي. فبس ما رضيتش برضو ان انا اضيع عليكم الحصه. اشكركم وهتابع معاكم على الجروب واقول لكم ان شاء الله لو في اي حاجه. شكرا، ولو عنده اي حد عنده اي سؤال ممكن